في البداية الكون بيبان قدامنا واسع ولا متناهي، لكن الحقيقة اللي بنشوفه مجرد جزء صغير من صورة أكبر مليانة ألغاز. تخيل إنك واقف بتبص للسماء بالليل، ملايين النجوم قدامك وكل نقطة نور معناها عبارة عن شمس بعيدة جدا. العلماء بيقولوا إن الكون عمره أكتر من 13 مليار سنة، ومع كده لحد النهاردة لسه في أسئلة أساسية مش لاقيين لها إجابة. بس السؤال اللي هيفضل يطاردنا إيه أصل الكون ده؟ وهل ليه نهاية ولا لأ؟ الرحلة اللي هنبدأها دلوقتي هتاخدنا في لحظة بداية للكون لحد أعماق ألغاز محدش قدر يفسرها. نظرية الانفجار العظيم بتقول إن كل حاجة حوالينا بدأت من نقطة صغيرة جدا أصغر من الذرة في حالة ضغط وحرارة لا يمكن تخيلها. في لحظة معينة النقطة دي بدأت تنفجر وبعدين بدأت تتمدد بشكل رهيب. التمدد ده هو اللي خلق المكان والزمان نفسهم. الغريب إن لحد النهاردة العلماء مش متأكدين إيه اللي سبب الانفجار ده أصلا. في أول أجزاء من الثانية بعد الانفجار الكون كان عبارة عن بلازما شديدة السخونية، ومع مرور الوقت بدأت تتجمع وتشكل ذرات. بعد مئات الملايين من السنين اتكونت النجوم والمجرات اللي شايفينها دلوقتي. لكن السؤال الكبير، قبل الانفجار العظيم ده كان فيه ايه؟ بعض النظريات بتقول ان مفيش قبل اصلا، لان الزمان نفسه اتولد مع الانفجار. النظريات التانية بتلمح ان ممكن يكون في اكوان تانية قبل كوكبنا ده، اكوان بتنهار وتنفجر من جديد في دورة ملهاش نهاية. لما العلماء حاولوا يقسموا كتلة الكون ويحسبوا حركة المجرات اكتشفوا حاجة غريبة جدا. الكتلة اللي شايفينها من نجوم وكواكب وغبار كوني مش كفاية تفسر الحركة دي. بمعنى تاني في قوة خفية مسيطرة على الكون، قوة احنا مش بنشوفها بعينينا لكن بنحس بتأثيرها. من هنا ظهر مفهوم المادة المظلمة. المادة المظلمة دي بتشكل تقريبا 27 من الكون، ومع ذلك مش بتصدر ضوء ولا إشعاع يعني ولا أي تلسكوب يقدر يشوفها. كل اللي نعرفه عنها إنها موجودة لأنها بتأثر على حركة المجرات وكأنها شبكة خفية بتمسك الكون كله. العلماء اكتشفوا ان الكون مش بس بيتمدد، لا التمدد ده كمان بيتسارع، وفي كمان قوة غامضة بتدفع المجرات تبعد عن بعضها اكتر. القوة دي هي الطاقة المظلمة واللي بتمثل حوالي 68% من الكون. يعني لو جمعنا الارقام دي المادة اللي نقدر نشوفها اللي هي عبارة عن نجوم وكواكب وبشر بتساوي 5% بس، والمادة المظلمة بتساوي 27%، والطاقة المظلمة بتساوي 68%. النتيجة هتكون معانا 95% من الكون مجهول بالنسبة لينا. بعض العلماء بيقولوا إن المادة والطاقة المظلمة ممكن تكون مفاتيح لفهم أعمق طبيعة الكون. في ناس بتتصور إنها مش مجرد ظواهر فيزيائية لكنها قوانين كونية لسه مخفية عننا كبشر. وفي بقى تفسيرات أقرب للخيال إن المادة المظلمة دي عبارة عن جسر بيوصل بين الكون بتاعنا وأكوان تانية، أو إن الطاقة المظلمة ما هي إلا أداة بتحدد مصير الكون، أو بتستمر في التوسع للأبد، أو بتنهار فجأة في انكماش عظيم. كل ده بيخلينا نفكر، هو إحنا فعلا فاهمين الكون اللي عايشين فيه؟ ولا إحنا مجرد بنلمس السطح ووراه حقائق مرعبة أكبر بكتير؟ من أكتر الظواهر اللي بترعب العلماء والناس العاديين هي الثقوب السوداء. تخيل نجم ضخم جدا بيخلص وقوده وبينفجر وبعدها بينهار على نفسه لدرجة ان جاذبيته بتبقى رهيبة لدرجة ان مفيش حاجة تقدر تهرب منه ولا حتى الضوء نفسه، وهنا بتتكون الثقوب السوداء. يعني لو في اي جسم او حتى شعاع نور عدى من الحد الفاصل حوالين الثقب اللي العلماء بيسموه الحدث خلاص انتهى، مش هيقدر يخرج تاني وكأنك دخلت سجن كوني بلا رجعة. العلماء لحد فترة طويلة ما كانوش متأكدين ان الثقوب السوداء دي موجودة اصلا، لحد في سنة 2019 اتصورت اول صورة لثقب اسود حقيقي موجود في مجرة بعيدة. الصورة دي كانت نقطة تحول تاريخية، خلت فكرة كانت شبه خيال تتحول لحقيقة قدام عيوننا. لكن الغموض ما وقفش هنا. في ناس بتسأل هل الثقوب السوداء مجرد مصايد كونية بتبلع كل حاجة حواليها، ولا ممكن تكون بوابات لعوالم أو أكوان تانية؟ في علماء بيربطوا الثقوب السوداء بالثقوب الدودية اللي ممكن تسمح بالسفر عبر الزمن أو الانتقال لمكان تاني
من الكون في لحظة. تعال بقى نخوض تجربة ان انت لو دخلت جوه ثقب اسود، اول حاجة هتحس بيها ان الزمن حواليك بيمشي بشكل غريب. بالنسبة للي واقف بعيد هيشوفك كأنك بتتباطأ لحد ما تتجمد في مكانك، لكن انت نفسك هتفضل ماشي عادي لحد ما تدخل جواه، وساعتها هتتفكك ذرة ورا ذرة. الثقوب السوداء مش مجرد خطر، دي كمان سر ممكن يكون جواه مفاتيح لفهم طبيعة المكان والزمان اللي هو الزمكان. لحد دلوقتي كل اللي نعرفه عنها هو مجرد فرضيات وتجارب رياضية، لكن في الحقيقة محدش يقدر يقول بثقة ايه اللي بيحصل فعلا جوه الثقب الاسود، وده طبعا اللي بيخليها واحدة من اكتر الغاز الكون اللي بتخوف وتسحر في نفس الوقت. في منتصف السبعينات العلماء بدأوا يلتقطوا اشارات راديوية جاية من الفضاء، اشارات قوية وغامضة جدا لدرجة انهم مش قادرين يفسروا مصدرها. اشهر اشارة فيهم اتسجلت سنة 1977 واللي اتعرفت بعد كده باسم اشارة الواو او واو سيجنال. القصة بدأت لما تلسكوب ضخم في ولاية اوهايو الامريكية سجل موجة قوية مدتها 72 ثانية. العالم اللي شافها على الورقة استغرب وكتب جنبها كلمة واو، ومن هنا جالها الاسم. لحد النهارده محدش قدر يحدد هي اشاره طبيعيه ولا رساله متعمده من حضاره ذكيه. الاشارات الغامضه مش بتقف عند الواو سيجنال وبس، في اشارات تانية اتسجلت على مدار السنين وبعضها اتكرر بنفس النمط كأنها مش مجرد ضوضاء عشوائية. العلماء أحيانا بيقولوا إنها ممكن تكون ناتجة عن ظواهر طبيعية زي النجوم النابضة أو المجرات البعيدة، لكن المشكلة إن بعض الإشارات بتكون قوية جدا ومركزية بشكل مش طبيعي، وكأن في حد بيبعت حاجة فعلا. في فرضية بتقول إن ممكن حضارات متقدمة في مجرات بعيدة بتحاول توصل لينا، أو على الأقل بتسيب بصمتها في الفضاء. وفي نظريات تانية بتقول إن الإشارات دي ممكن تكون تسريبات من تقنيات أو طاقة مش مفهومة، ومش شرط تكون موجهة لينا إحنا. الغريب إن الحكومات مش دايما بتعلن عن كل التفاصيل، في ناس مقتنعة إن في إشارات اتسجلت واتخبت عن الرأي العام علشان ما تعملش ذعر ما بين الناس. ولو ده صحيح يبقى السؤال اللي لازم نسأله إيه اللي سمعوه وما حبوش يقلوه؟ الإشارات الغامضة دي بتخلينا نسأل نفسنا، هو احنا لوحدنا في الكون فعلا ولا في عقول تانية بتراقبنا من بعيد ومستنية اللحظة المناسبة علشان تتواصل معانا؟ من زمان والبشر بيسألوا نفس السؤال، هو احنا فعلا لوحدنا في الكون؟ حجم الكون الضخم بيخلي فكرة ان الارض الكوكب الوحيد اللي فيه حياة بتبان انها مستحيلة. العلماء لحد النهاردة اكتشفوا آلاف الكواكب خارج نظامنا الشمسي، وبعضها بتشابه مع الارض في الحجم والمسافة عن النجوم بتاعتها، وده ممكن يخليها صالحة للحياة. ناس كانوا بيقولوا انهم شافوا اطباق طايره او اجسام مضيئه في السماء. في تقارير بتقول ان في طيارين عسكريين رصدوا اجسام بتتحرك بسرعات مستحيله. والغريب ان بعض الحكومات زي امريكا بدات في السنين الاخيره تعترف ان في ظواهر جويه غير مفسره. لكن السؤال، هل دي فعلا مركبات لكائنات فضائيه ولا دي مجرد تقنيات سريه لدول معينة؟ فبعض الناس مقتنعة ان الحكومات عندها أدلة قوية عن وجود كائنات ذكية، لكن بتخبيها خوفا من الفوضى او انهيار المفاهيم الدينية والاجتماعية. في 2020 مثلا وزارة الدفاع الأمريكية نشرت فيديوهات لمركبات غامضة تم تصويرها من طيارات حربية، وأكدوا ان الظواهر حقيقية لكن لسه مش معروف ايه هي بالظبط. وفي كمان إشارات علمية مش عادية زي إشارات الراديو اللي جاية من كواكب بعيدة أو من اتجاهات معينة في الفضاء. العلماء بيسموا المشاريع دي SETI، البحث عن ذكاء خارج الأرض. لحد النهاردة مفيش تأكيد رسمي بوجود حياة ذكية، لكن الاحتمالية كبيرة جدا. كل ده بيرجعنا للسؤال الأساسي، لو اكتشفنا فعلا وجود كائنات فضائية هيكونوا مسالمين ولا ممكن يبقوا خطر على البشرية؟ الحقيقة إن فكرة الحياة خارج الأرض بتفتح باب رعب وأمل في نفس الوقت. أمل إننا مش لوحدنا، ورعب من المجهول ومن اللقاء ممكن يغير كل حاجة في حياتنا. من أغرب وأكتر النظريات اللي بتخلي العقل يلف في فكرة الأكوان الموازية النظرية اللي بتقول إن كوننا مش الوحيد، ممكن يكون في عدد لا متناهي من الأكوان، كل واحد فيه قوانينه الخاصة وظروفه المختلفة. بعض العلماء بيعتقدوا ان لحظة الانفجار العظيم ممكن ما تجدش كون واحد بس، لكن عدد مهول من الاكوان، كل كون منهم بيتطور بطريقته وبنسخته الخاصة من الواقع. يعني في احتمال ان في نسخة تانية منك عايشة في عالم موازي، بتاخد قرارات مختلفة وعايشة حياة
مش شبه حياتك هنا. الفكرة دي مش مجرد خيال علمي، في بعض التجارب في مجال ميكانيكا الكم بتلمح ان التفريعات ممكن تكون حقيقية. تجربة الشق المزدوج مثلا بتبين ان الجسيمات الصغيرة ممكن تتصرف كأنها في اكتر من مكان في نفس اللحظة، وده بيخلي بعض العلماء يقولوا يمكن كل احتمال بيحصل فعلا لكن في كون موازي مختلف. في كمان نظرية بتقول ان الاكوان الموازية ممكن تكون متداخلة مع بعض وفي لحظة معينة بيحصل تسرب أو تداخل. في ناس بتفسر الظاهرة دي بأنها السبب في الحاجات اللي بنسميها ديجا فو، إحساسك إنك عشت نفس الموقف قبل كده وكأنك شفت لمحة سريعة من حياة تانية في كوكب موازي. والغريب إن حتى في الثقافات القديمة والأساطير في إشارات لوجود عوالم تانية موازية لعالمنا، كأن الفكرة دي محفورة في وعي البشر من آلاف السنين. ولكن السؤال المرعب، لو الأكوان الموازية دي حقيقية، هل ممكن في يوم من الأيام نوصل ليها؟ وهل ده هيكون اكتشاف علمي عظيم ولا بداية فوضى لا يمكن السيطرة عليها؟ لحد النهاردة الأكوان الموازية تفضل بين العلم والخيال، نظرية مش مثبتة لكنها بتخلي الواحد يحس إن الكون واسع وأغرب بكتير من اللي نقدر نتخيله. من أكتر الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة والعلماء عبر العصور هو إيه الزمن ده أصلا؟ هل الزمن مجرد خط مستقيم ماشي من الماضي للحاضر للمستقبل، ولا الزمن وهم بشري اخترعناه علشان نفهم الأحداث حوالينا؟ نظرية النسبية لأينشتاين غيرت مفهومنا للزمن تماما. الزمن مش ثابت لكنه نسبي، بيتباطأ أو يتسارع حسب سرعة الجسم أو قوة الجاذبية اللي حواليه. يعني لو في شخص سافر بسرعة قريبة من سرعة الضوء، الزمن بالنسبة له هيمشي أبطأ من اللي عايش على الأرض. دي الفكرة اللي العلماء بيسموها تمدد الزمن. في كمان نظرية عن الثقوب الدودية، دي عبارة عن ممرات افتراضية ممكن توصل نقطتين بعيدتين في الزمكان ببعضهم، ولو اتأكد وجودهم ده ممكن يفتح الباب لفكرة السفر عبر الزمن للماضي أو للمستقبل. الغريب بقى إن في قصص اتسجلت عن ناس ادعوا إن هم سافروا عبر الزمن، زي قصة الراجل اللي ظهر فجأة في أحد شوارع نيويورك في الأربعينيات بملابس قديمة جدا وبعد دقايق بس اختفى، أو قصة الطيار اللي قال إنه لقي نفسه فجأة في زمن مختلف ورجع بعدها للحظة الحالية. طبعا مفيش أدلة علمية قاطعة ثبتت الكلام ده، لكن بيخلي الفكرة مرعبة ومثيرة في نفس الوقت. السؤال بقى، لو رجعنا للماضي هل هنقدر نغير الحاضر؟ بعض العلماء بيقولوا إن أي محاولة تغيير الماضي هتخلق خط زمني جديد ومش هتأثر على الخط الحالي اللي احنا عايشين فيه. يعني ببساطة هنفتح كون موازي جديد ملوش علاقة بالكون اللي احنا عايشين فيه. أما فكرة الخلود فدي دايما مرتبطة بالزمن. لو قدرنا نتحكم في الزمن أو نوقفه، هل ده معناه إننا نقدر نعيش للأبد؟ في خيال بعض العلماء التكنولوجيا ممكن توصلنا في يوم إن الإنسان يعيش مئات أو حتى آلاف السنين، لكن حتى لو ده حصل هل هنفضل بشر زي ما احنا ولا هنتحول لحاجة تانية مختلفة تماما؟ الزمن بيبقى في النهاية لغز احنا عايشين جواه لكن ما نقدرش نفهمه بالكامل، يمكن لأنه مش مجرد أداة للقياس لكن قانون كوني أكبر من قدرتنا على الاستيعاب. بعد الرحلة الطويلة دي من بداية الكون لحد أعمق ألغاز الفضاء، اكتشفنا إن كل إجابة بنوصل ليها بتفتح باب قدامنا لعشرات الأسئلة الجديدة. الكون مش مجرد فراغ مليان شوية نجوم وكواكب، لكن كتاب ضخم أغلب صفحاته لسه مفقودة لحد النهاردة. بالانفجار العظيم اللي بدأ كل حاجة، للمادة والطاقة المظلمة اللي مش شايفينها، للثقوب السوداء اللي بتبلع الزمان والمكان، للإشارات الغامضة اللي مش عارفين مصدرها، لفكرة الحياة خارج الأرض، وصولا للأكوان الموازية وأسرار الزمن نفسه. كل ده بيأكد إننا مجرد نقطة صغيرة وسط نظام لا متناهي، يمكن أكبر بكتير من اللي نقدر نتخيله. لكن في نفس الوقت احنا عندنا وعي وقدرة على طرح الأسئلة، وده في حد ذاته ممكن يكون أهم حاجة ميزنا ربنا بيها سبحانه وتعالى كبشر. يمكن نفضل نطارد الأجوبة لحد آخر يوم، ويمكن الإجابة الحقيقية مش موجودة في العالم بتاعنا أصلا. وهنا بنيجي للسؤال اللي هنسيبكم معاه، لو اتفتح قدامك باب ممكن من خلاله تشوف سر واحد من أسرار الكون، هتختار تشوف إيه؟ مستني تعليقات وقولوا لي إيه أكتر لغز في الكون خوفكم أو شدكم في الحلقة دي،
وتحبوا الحلقه الجايه تكون عن ايه. انا محمد انور، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الحلقات الجديده. استنوني في حلقه جايه من ابعاد تانيه. مع السلامه.